البيان اللي هبطه، التعليق اللي عمله الاتحاد التونسي لكرة القدم في نفس اليوم، لأنه سامي طرابلسي وقع إعفاء بعد 20 ساعة، طلق بالتراضي وغيره بعد 20 ساعة في المغرب، وانتظرنا 20 يوم أنا نتفرج، انتظرنا 20 يوم باش يهبطوا له شكرا، أنا نشاهده بعد 20 يوم يقولوا له شكرا. سامي طرابلسي يستحق أكثر من هكا، لأنه في نفس التوقيت تقريبا بعد 5 دقائق سامي طرابلسي يسلم المشعل على حائط الاتحاد التونسي إلى صبري اللاموشي، وكأنه أعطاه هدية، لأنه جوز اللوحات هذم هبطوا ما بيناتهم 5 دقائق. بالنسبة لي أنا سامحوني إهانة أيضا لسامي طرابلسي. هو وصلنا لكأس العالم، على الأقل احترموه وأعطاه هدية، معناها هو حضر، احنا نقولوا العرس والحفلة، ولكن هو مش العريس، عريس جاء من تالي وصبري اللاموشي، خذا هدية على طبق كأس العالم. وما أدراك، من يحلم بأنه يمشي لكأس العالم وهو الذي كان في السعودية مع فريق الدرجة الثانية وينتظر. هذه تحية لسامي طرابلسي، ميسالش قالوا لك شكرا بعد 20 يوم، لأنه شكرا فيها قراءتين، فما شكرا بارك الله فيك، فما شكرا تغادر. أنا نقول لك يا سامي شكرا من القلب، لأنك كنت فعلا شهم، انتقدناك صحيح وننتقدوك، ولكن كإنسان نحترموك. صبري اللاموشي، احنا عندنا مقولة يظهر لي في العالم العربي الكل تقال: لسانك إذا صنت صانك. 13 في هذا المساء وانا موجود، يظهر لي بدر معايا موجود، صبري اللاموشي مدرب كوت ديفوار، مقابله ضد تونس في ندوه صحفيه، سالوه على تونس، ماذا قال؟ قال تونس هي بلد والدي امي معناها امي وبابا والدي، نقطه وارجع للستر. يقف لهنا. انا وقت على البلاتو الحقيقه ردة فعل متاعي كانت حتى احنا لا نتشرف بك، هالنقطة هذه لهالدرجة. اي وقتها لو قاول واحدة انا قلتها له، لانه قال نقطة وارجع للستار. هالنقطة هذه وقتها نقطة تعجب، نقطة استفهام، لكن التوانسة نساوها، لكن التوانسة عندهم ذاكرة. مباشرة بعد تعيين صبري اللاموشي هبطت الفيديو نتاع النقطة وارجع للستر، ونقطة الاستفهام اللي كانت 2013 أصبحت الآن نقطة غضب. والشيء بشيء يذكر في 94 كلاعب اختار منتخب فرنسا على تونس. هذايا ما نحبش نظلمه، اختار فرنسا على تونس لأنه وقع استدعاء تبدل القوانين. أنا ما نظلم حد، ولكن أنا أتحدث عن حقائق. هذه صبري اللاموشي ما جامش ينكرها. قلت أنا بابا وأمي توانسة فقط، نقطة ورجع للستر. لا يا سي صبري، جذورك بوك وامك جذورك. ها اليوم رجعت شوف تونس تعطيك على طبق، تعطيك كأس العالم، يقول لك لسانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك. شوف بعد قداش 11 سنة. بس أنت ما نسيت يعني بعد المدة الطويلة؟ لا هذا لا 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 لا، أنا للتاريخ. إيه؟ للتاريخ مش نقول، نحب نقول، نحبش مرحبا بيك صبري اللاموشي، هذا للتاريخ، ولكن هذا نحبوا درس للناس الكل. احنا ماناش نعملوا حس على صبري اللاموشي، انا حس على كل انسان يتابعنا. ردوا بالك، وهو اليوم تعيين رسمي. ردوا بالك تخرج من لسانك تقول، ردوا بالك تتكلم. التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم. اليوم مرحبا بيك صبري، نتمنى لك من كل قلب النجاح والنجاح الساحق، ونقول لك ميسالش تونسي. لكن عندي زوز ملاحظات وانهي. الملاحظه الاولى، صبري اللاموشي انت رابح،
اليوم في الصفقه هذه، لانه جات كاس العالم. بقى احنا هل انه باش نربحوا معاك والا لا؟ هل انه باش نتحسنوا معاك ولا لا؟ باش ننجحوا معاك ولا لا؟ هذه قدامنا نقطه استفهام، لكن ماهيش نقطه استفهام غضب، نقطه استفهام انتظار. يا صبري مرحبا، ان شاء الله تقدم لنا ما ننتظره منك. اعطيتك اتاحه الفرصه في كل ما ذكرت، لكن يجب ان توضح مسألة التوقيت ما بين شكر سامي الطرابلسي وتعيين صبري اللموشي. ماذا تقصد تحديدا؟ هل كان يجب أن يشكر من مدة زمنية وحين خرج بيان التراضي مع سامي الطرابلسي من الجامعة التونسية، أم هناك استنقاص من فهم فتحي المولدي؟ توجع. الشكر جاء متأخر جدا، لأنه الشكر جاء 5 دقائق قبل الإعلان على تسمية صبري اللموشي. عندما نعفي شخص ونتفق معه أو سامي كان شهم قال يزي في المكتوب مخرج، في وقتها أنا هبطته شكرا يا سامي، مش بعد 20 يوم. أنت أقلته في المغرب وأنت في المغرب، وكنت أنت عدم الرضا على أن الاجتماع وأنا قلتها. قرار يهم المصلحة، مصلحة كرة القدم التونسية اتخذ في تونس. عليه تتخذ قرار الإعفاء أو الطلاق بالتراضي في المغرب، والشكر بعد 20 يوم في تونس. يعني الشكر هذا مذل. شكل صوري، مش سوري، مذل. مذل. خليني نقول مثالش عبارات توجع، أنا راه ما نجملش. لا بس توجع. بس وصف مذل. مش أي خايب ما شكرتوش خير، لأن أنت معناها بالقرار هذاك وقت اللي خذيته في المغرب، وربي يسامحكم ربي يسامحكم ربي يسامحكم، مش بالطريقه هذه. نحترموا الناس اللي خدموا معانا. كنتوا تسمعوا في ارسين فانجير، عندكم كنوز احترموهم. هذه الكلمه اللي بها الفائده. ولهذا بعد 20 يوم تقول له ميرسي شكرا سامي انتهى. سامي الطرابلسي انا اكد لكم موجوع الى الان، موجوع، لانه فعلا مش بهذه الطريقه نحترموا الناس. وصلك الكأس العالم واعطيت للغير مرحبا به على طبق كأس العالم، وهو أول منتخب لا يستقبل أهداف في التصفيات. شكرا مشاري. شكرا مشاري. شكرا. أما هذه الشكر من القلب في وقتها. دوم تكلمت قلت شكرا. لم تنتظر 20 يوم. مش شكرا مؤجلا. بدر الدين مش شكر متاخر او شكر يوجع. طيب بدر وصابر. مشاري زميلي مشاري، انا لا اريد ان اتدخل في الشان التونسي، يعني لانه لا لا يعني انت كونك صحفي خبير وسمعت فتحي تكلم بخطاب القلب واعتقد على انه نشاطره الراي في كثير من البلاد، لكن لغايه الاسف نحن لا نعرف كيف نلتقي، لكن ايضا لا نحسن عملية الفراق. عملية الفراق دائما ما تكون موجعة من طرف دون الطرف الآخر. طبعا أنا أريد أن أخذ من هذا النموذج ما يمكن أن يتفاءل به التونسيون، لأنه هذا الذي يحدث اليوم في الشأن الكروي التونسي مع نسور قرطاج حدث مع المغرب قبل 4 سنوات، وسأقول كيف. مدرب وحيد خليلوتجيتش البوسني الفرنسي أهل المنتخب المغربي إلى كأس العالم 2022 بقطر من دون أدنى خسارة وبالعلامة الكاملة وبكل ما تريد من علامة الاستحقاق. قبل 3 أشهر يأخذ الاتحاد المغربي القرار أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار بإقالته أو بالانفصال عنه بالتراضي أو ما شئت، ويعين بدل من؟ وليد الركراكي. طبعا. وفي ظرف 3 أشهر حقق وليد الركراكي ما لم يكن يتوقعه أحد. إن شاء الله. أتمنى، يعني كلامك انه مش بيعمل نصف نهائي. أتمنى، لا والله أتمنى صادقا. لا أتمنى والله جرعة تفاؤل. لا والله يمكن أنا في بالي صبري اللموشي مش وليد النموشي. لا نكون متفائلين. لكن فوق هذا وذاك أنا أريد أن أسأل عن نقطة غاية في الأهمية. الانفصال على المدرب سامي الطرابلسي كان بإعاز من نتائج يقال عنها أنها سلبية كانت في كأس أفريقيا الأولى، لكن الارتباط بصبري اللموشي هل تم بمعيار المشروع الرياضي الذي تبناه الاتحاد التونسي لكرة القدم؟ لأنني أتمنى صادقا، وربما هذه واحدة من عناصر النجاح، أنك عندما تختار المدرب طبقا للمشروع الرياضي الموجود عندك يحدث نوع من التطابق وتضمن على الأقل نسبة عالية في النجاح. أنا أسأل اليوم
يعني كيف اختار الاتحاد التونسي صبري اللاموشي على أي أهداف بأي مشروع رياضي سيتبناه الاتحاد التونسي لكرة القدم. أسئلة بدر ومزيد من أخبار تعيين صبري اللاموشي يجيب عنها مفد بين سبورت نافع بن عاشور. تفضل. مساء الخير مشاهدي، تحية لك وللأصدقاء في الاستوديو ولكل مشاهدي بين سبورتس. الأمطار عادت مع اقتراب موعد النهائي كما بدينا